مساء الفل على احلى اصحاب في الدنيا. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد، وشكرا على 1000 متابع لينا، وان شاء الله نوصل ل 100000 مشترك. وبيبتدي فيلمنا بطورين 3 بينطحوا بعض، ما عدا الطور الغريب ده اللي بيملى كل يوم جردل للميه وبيتعذب علشان يزي زرعته، وقد ايه منبهر بيها. وكل طور فيهم ليه ابوه الطور الكبير، وكل سنه بتيجي عربيه تبع المصارعين علشان تاخد طور ضخم وقوي ويبتدي يصارع في حلبة التيران. والطور بيسأل التاني بيقول له يا ترى هتاخد انهي طور، فبيرد عليه فالنتي وبيقول له اكيد ابويا اللي في يوم هيكون زيه، والناس هتجيني من جميع انحاء العالم علشان بس تشوفني. والتاني بيقول له لا طبعا اكيد هيختارني انا، ده انا بتدرب على ابتسامتي من دلوقتي. والاخير بيقول له اكيد انا. وفالنتي بيهاجموا وبيضربوا كمان. واما فرناند بيخاف على ظهرته وبيروح ناحيتها وبيقعد هناك وبيقول له حتى لو هتنطحني انا مش هتخلى عنها. وبتدخل التيران الكبيره واكيد فيهم والد فرناند ووالد فالنتي، وبيبتدوا يصارعوا بعض علشان اللي هيختاروه، وكانوا فاكرين اللي هيختاروه ده حاجه عظيمه قوي، ولكنه بيموت في النهايه. وبيختاروا طبعا والد فرناند. وابتدى الطور الكبير يودع ابنه وقال له انا لو كسبت هتيجي العربيه تاني وهتجيبني، وودعه وركب العربيه ومشي. واما فالنتي اتغاظ جدا علشان ابوه اتهزم، فراح موت له الزهره اللي بيحبها. وتاني يوم فرناند مستني والده لما رجعت العربيه فاضيه، وكانوا فالنتي وابوه شمتانين فيه جدا وقالوا له الضعيف بس هو اللي بيخسر، وابتدى يجري منهم لحد ما ركب قطر مش عارف هيوديه فين. وفي نفس الوقت كان في بنت عايشه في مزرعه جميله وفيها زهور كتير ومعاها باباها والكلب بتاعها. وفي يوم لقيته واخدته الحظيره اللي مليانه ازهار، وابتدى يحس بالحريه اللي كان بيتمناها، وابتدى يلعب معاها ويساعدها لحد ما بقي طور قد الدنيا. وكل سنه في نفس الميعاد بيحتفلوا بعيد الزهور، وبيروح فرناند معاهم في كل مره طبعا. واما السنه دي للاسف مش هينفع لانه ما بقاش صغير وصعب ياخدوه معاهم، وباباها صمم ان هم يسيبوه لان ده خطر عليه. راحت نينا رفضت واتضايقت، ولكن ده لمصلحته، فابتدت تمشي وضحكت عليه قالت له انا هجيب لك شويه زهور وانا راجعه. وطبعا سابوا فرناند لوحده في البيت، وابتدى يتلكك ويعمل اشارات وبيقول لو عديت 3 والبرتقانه وقعت مش هروح، وبتبتدي البرتقانه تقع على طول. وجي عند اخر علامه وقال هعد من 1 ل10 لو البيضه اتكسرت مش هروح، وما استناش قال 1 10 وطلع يجري بسرعه. وراح المهرجان وكان منبهر بيه جدا، وكل اللي بيشوفه بيترعب منه ما عدا الاطفال. وبيلاقي نينا وللاسف بتقرصه نحله، فبيتعصب منها جدا وبيبهدل كل الدنيا، والاحتفال كله بيبوظ وكله بيخاف منه ويبتدوا يجروا وراه وبيتصلوا بالبوليس على طول. رغم انه انقذ البيبي لامه بيفتكروه متوحش، وبيبتدي يستخبى منهم في بيت ست عجوزه كله اطقم صيني كده، وبيحاول ما يوقعش حاجه. للاسف وقع كل حاجه لانها كانت شغاله بتمسح بديله. وحاولت نينا تمنعهم انهم ياخدوه، ولكنهم اخدوه لمكانه في الحظيره الاولانيه. ونينا وعيلتها بيحزنوا عليه جدا وعلى فراقه، وبيرجع بالعربيه متعصب جدا وخافوا منه، فبعتوه للمعزه المهدئه قالوا له دي لوب اللي هتهدئه، وبينبهر بيها جدا وبتقول له دي اللحظه اللي بستناها من زمان اني اكون مدربه لمصارعه التيران، وده كله خلال يوم. وبتقلد مشيته وهو ماشي، وبتبتدي المعزه تبص لعضلاته وتقول له انت صور قد الدنيا. وبيدخل يلاقي اصحابه القدام وبيبتدي يسلم عليهم ولكنهم بيهاجموه. وبيقابل وجه جديد هناك اسمه ماكينه، ده بيكون نوع هجين. وبيجي فالنتي بيقول له انت جاي تتمنظر علينا هنا ولا ايه؟ ده انا هصارعك وانتصر عليك، انت فاكر ابوك لما هزم ابويا؟ وابتدى يدخل فرناند حظيرته اللي مش على مقاسه، وبتيجي المعزه وبتقعد معاه وبيحاول ينام وما بيكونش عارف لانه مش متعود على مكان الحظيره ده. وبيسهروا الانافذ اللي هم اونا ودوس وكوارتر، وبيبتدوا ان هم يسرقوا حاجاته والاكل بتاعه، ولكنه بياكلهم ويطمنهم وبيبتدي يتعرف عليهم ويبدلهم حاجاته، وقال لهم خدوا اللي انتوا عايزينه. وللاسف فرناند كان عايز يرجع بيته وحاول يهرب من السياج، ولكنه طلع بيكهرب. وابتدت الاحصنه يضحكوا عليه ويسخروا منه، وقد ان الاحصنه متميزه عن التيران. وبيبتدي يدخل البريمير، وبتعمل المعزه دوشه عشان البريمير جاي اللي ما بيسلمش على حد اصلا، وجاي عشان ياخد طور قوي متميز ويكون هو الافضل اللي هيبتدي يصارعه في حلبة التيران، وهيبتدي يختار بنفسه، وكمان بيستولى على غرفة صاحب البيت. واما فرناند المعزة بتقول له ازاي يكسب في المصارعة دي. اول حاجة ما تتعرضش للضرب خالص، تانية دمر كل حاجة بتتحرك، التالتة مفيش، انا بقولها كده يمكن في تالتة. واما فرناند بيقول لها انا ماليش في الكلام ده، اقعدي انت بس على جنب. وجه اليوم اللي مستنيه فالنتي من سنين علشان يغلب فرناند، وبيطلقوا السيران وبيرفض فرناند يدخل وبيزقوه لحلبة المصارعة، ولكنه بيحاول يتفادى اي ضرب. ورفض المدرب ياخد اي طور منهم لان كلهم وحشين. راح صاحب المكان قال له اديني فرصة تانية وانا هاكلهم كويس وهتاخد واحد منهم. وكلهم بيعتبروا رفض فرناند للمصارعة انه خوف منه، وابتدى يركب غواب العربية مبسوط وفاكر نفسه ان هم اختاروه
اختاروه لحلبة المصارعة ولكنهم اختاروه للجزارة. وبيبتدي فالنتي يوجه الكلام لفرناندو وبيقول له يا تكون طور مصارعة يا تكون طور لحم. وبيفتكر فرناند نينا وبيحن للماضي، وحتى صديق فرناند غواب وابتدى يقول له لو ما صارعتش هتكون كوم لحم زي اللي فات. وابتدى يدخل يتمرن، لقى صاحبه اللي هيموت الارنب، فابتدى فرناند ينقذ الارنب. وحتى الطور صاحبه اللي ما بيعرفش يشوف بسبب قصته راح رفعها له فوق وابتدى يعرف يصارع. والمعزة بتقول له انت كده بتساعد المنافسين ينتصروا عليك، ولكن فرناند كان عنده محبة كبيرة قوي للي حواليه. وبتبتدي الأحصنة تغيظه برقصتها ولكنه بيرقص زيهم وبيعملوا فريق علشان يتحدوا الأحصنة. وبتنجح التيران وبتنبسط جدا من الرقص، ولكن فالنتي بيجي لهم وبيقول لهم خلوا الرقص ينفعكم، وبيمشي ويسيبهم. وبيبتدي فرناند بيقول للمعزة يلا نروح لنينا، وبتقول له لا انا حلمي ادرب طور في حلبة. فبيقول لها نينا هتحبك قوي. قالت له يعني ايه حب؟ وابتدى فرناند يكلم الانافد في انه يخرج مقابل الزهرة، وبيحاولوا يخرجوه بيقولوا له لازم تعمل زينا يا فرناند، ولكنه بيهد البيت بمشيته وبياخدوا بالهم اصحابه الانافد وبيبتدي يلبسوه جوانتيات عشان يمشي بهدوء. وفرناند في طريقه للهروب شاف صورة باباه في المكان وابتدى يتأثر بيها جدا، وابتدى يشوف باباه وهو منتصر في الحلبة ولكنه ماتوا معلقين القرن بتاعه، لحد ما وصل للباب اللي الانافد فتحوه وابتدى يقول لهم لا انا لازم اخدهم كلهم ومش همشي لوحدي. دخل فرناند لاصحابه وقال لهم بصوا دي صورة بابايا والقرن بتاعه، كلكم حتى لو دخلتوا الحلبة هتوصلوا للجزار في الاخر. واما فالنتي هاجمه وقال له انت خايف، انت جبان يا فرناند. وابتدى فالنتي ياخد فرناند للحلبة علشان يصارعه وقال له انت ضعيف زي ابوه. وبيحاول فرناند يوقفه فكسر له قرنه، ومن غير ما ياخد باله شافهم البريمير واختاره من غير ما يقصد. اما فالنتي راح للجزار فعلا، وابتدى فرناند يقول لهم انا مش همشي لوحدي هنمشي كلنا مع بعض. وبيعملوا خطة الانافد مع فرناند علشان يحبسوا بيها الاحصنة ويهرب. وابتدى فرناند يروح لفالنتي علشان ينقذه ويخرجه من مكان الجزارة، وطبعا فالنتي رفض ودخل لغوابه التاني وللاسف داس على الزراير اللي فيها المقص. وابتدى ينقذهم فالنتي ومشوا في السير لحد ما دخلوا لمكان التجميد وطلعوا على سير الخروج وركبوا العربية وجري بيهم وهربوا، وطبعا اتكسرت من كل حتة. وللاسف كان في زحمة في الطريق فاضطر ان هم ياخدوها جري لحد ما لقيوا اتوبيس يشيلهم وابتدوا يتبعوا القطر. اما فرناند انقذهم وسابهم يهربوا، اما هو اتمسك وطبعا المعزة ما سابتوش. وفي نفس الوقت نينا واهلها بيتفرجوا على الدكتور فرناند في اخبار اليوم وبيبتدوا ان هم يروحوا له. وبيدخل البريمير في حلبة المصارعة مع فرناند وكله متشوق يشوفه، وابتدى يحاول معاه بالستارة الحمراء ولكن فرناند مسح بيه الارض، فاخد سهمين ودخل له تاني عشان يصارع ولكنه برضه اتمسح بكرامته الارض. واما فرناند لما اتجرح اتعصب جدا وشاله بقرونه ولقى نفسه دايس على زهرة ونزل شمها وهدي وافتكر نينا وبيتها. واما المصارع دخله بالسيف عشان يقتله ويخلص عليه، ولقى كل الشعب بيقول له اطلق سراحه، وبتروح له نينا وبتحضنه. ولما الشعب عرف ان هو بيحب الزهور ابتدوا يرموا عليه الزهور كلها، وراحوا التيران علشان ينقذوه شافوا اللي بيحصل وقالوا طور الزهرة عملها، وابتدوا يقعدوا له احتراما وتقديرا. ونينا واهلها اخدوا فرناند واصحابه حتى المعزة ما سابوهاش، وعرفت المعزة معنى الحب وقتها اول ما حضنتها نينا. بشكركم على دعمكم وكومنتاتكم الجميلة، واستنونا في ملخص الفيلم اللي جاي.